السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بيكم في أول يوم من كورس الإنجليزي المجاني اللي هناخده طول فترة الصيف. الكورس هيكون عبارة عن 30 يوم، والنهاردة اليوم الأول. ده إيه؟ ده كورس إنجليزي، ولكن تعال أكلمك شوية أكتر عن إيه الكورس ده وهنعمل فيه إيه. ده كورس إنجليزي مجاني للمبتدئين. هنبدأ من أول الحروف، مش الحروف بالظبط، ولكن هنبدأ من أول البداية خالص ولحد ما يبقى معانا 400 كلمة، وبعد قواعد الجرامر الأساسية. وبالتأكيد هنركز على قواعد اللغة الأساسية: الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة. في الكورس ده إن شاء الله هتتعلم كل حاجة أنت محتاجها عشان تكون على درجة A1 في اللغة الإنجليزية. مطلوب منك ايه؟ انك تاخد اليوم بيومه، انك تحل الواجب اللي هنديه، انك تركز في الحاجات اللي بتتقال وتركز وانت بتحل الواجب، انك ما تملش. انا عارف ان ممكن في اول يومين او اول 5 ايام حتى هنكون بندي حاجات انت ممكن تكون عارفها من المدرسة، او بحكم انك عديت على الانجليزي قبل كده وحاولت تتعلمه قبل كده. ولكن مع وصولنا اليوم الثامن التاسع ال15 هتلاقي نفسك بتتعلم حاجات انت ما كنتش عارفها قبل كده، او حاجات انت عارفها ولكن مش متمكن منها كفاية. فانا بنصحك انك تاخد اول 5 6 ايام دول مراجعة، وبعدين تستمر في الحاجات اللي انت مش عارفها او الحاجات اللي انت مش متمكن فيها. لو انت حاسس نفسك انك شاطر قوي وان انت اعلى من الاي 1، فانا بنصحك تاخد اختبار تحديد المستوى اللي انا حاطه في الديسكريبشن. هتخش لو لقيت نفسك اعلى من الاي 1 ما تاخدش الكورس، تلاقي نفسك اقل من اي 1 يبقى تاخد الكورس. حتى لو لقيت نفسك عارف كل حاجه لحد اليوم ال 25، ممكن ال5 ايام الاخرين دول هم الفرق بينك بين اي 1 واي 2. استمر. الاستمرارية هي أهم عامل للنجاح، سواء في الإنجليزي أو في أي حاجة تانية أنت بتعملها في حياتك. ما تبقاش متحمس أول شوية وتهدر طاقتك كلها، وبعدين تلاقي نفسك في الآخر سبت الموضوع زي 100,000 كورس اللي أنت مسيفه على الفيسبوك وما بتكملوش. فافتكر دايما حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. فداوم على العمل حتى لو كان قليل. عاوزك ما تستعجلش، مش هتشوف نتائج بسرعة، مش هتشوف نتائج بعد اسبوع، مش هتشوف نتائج بعد شهر. ممكن تشوف نتائج بعد ما نخلص الكورس كله بتاع A1، وتتوكل على الله سبحانه وتعالى وتدعي ان ربنا يوفقك في الحاجة اللي انت بتعملها. طيب الكورس هيكون بيتنظم ازاي؟ اول حاجة هنبدأ بسؤال سريع على الحلقة اللي فاتت، بعدين هناخد 15 كلمة هنتعلم النطق بتاعهم، هنتعلم ازاي نستخدمهم، هنقول عليهم امثلة. بعدين هناخد قاعدة جرامر، بعدين هنتدرب على قاعدة الجرامر دي، بعدين هديك نصيحة تساعدك في تعلمك للإنجليزي، بعدين هتاخد الواجب اللي إن شاء الله هتيجي حله تاني يوم. يلا نبدأ زي الاستراكشر اللي احنا قلناه من شوية. أول حاجة بتبقى سؤال. السؤال النهاردة هو بيقول: ليه أنت عاوز تتعلم إنجليزي؟ السؤال ده هو اللي هيخليك تستمر. السؤال ده هو اللي هيخليك وانت حاسس انك مكسل، وانت حاسس انك تعبان، وانت حاسس انك ملكش مزاج. السؤال ده هو اللي هيخليك تستمر، سواء لدراستك او لشغلك او لأي هدف انت تكون محدده. ولكن اكتبه على ورقة وخليها قدامك عشان هي دي اللي هتخليك تستمر بعد كده. الكلمات. حاجة سريعة عن الكلمات قبل ما نبدأ. احنا مش هندرس كلمات في مواضيع، يعني مثلا مش هندرس المطعم ندرس طبق ومعلقة وشوكة ومغرفة. الكلمات دي مش هتفيدك، ولكن الكلمات اللي هتفيدك هي الكلمات الأكثر استخداما. في بحث أنا كنت قرأته بيقول إنك لو عرفت 300 كلمة، عرفتهم كويس، عرفت تستخدمهم وعرفت بيجوا إزاي، هتقدر تفهم 65% من الإنجليزي اللي يبقى معروض عليك، سواء كان مقروء أو مسموع. فركز في الكلمات واعرف إزاي تستخدمهم وطبقهم، وإن شاء الله هتقدر تحصل أكبر نتيجة ممكنة من أقل عدد كلمات ممكن. فيلا نبدأ بأول كلمة: ذا. طلع لسانك فيها زي حرف الذال، وما تضغطش نفسك قوي على موضوع النطق، بس حاول تقلدني، حاول تسمع على جوجل ترانسليت، حاول تجيب الكلمة على قد ما تقدر. ما تشغلش نفسك قوي بموضوع النطق ده. موضوع النطق ده هيجي بعدين، وحتى لو ما جاش مش مشكلة، حاول بس تطلع الكلمة على احسن طريقة انت ممكن تطلعها بيها. ما تشغلش نفسك بحاجة اكتر من كده. ذا. The cat is sleeping. ذا يعني بتعرف الاسم اللي جاي بعديها. The cat is sleeping، القطة نائمة. cat قطة، وsleeping نائمة. of. من. The book of poems، كتاب من القصائد. book كتاب، وpoems قصائد. طبعا عرفنا ذا الكتاب المكون من القصائد، أو كتاب القصائد. to. إلى. I am going to the store، أنا ذاهب إلى المتجر. to إلى. going ذاهب، وستور المتجر أو السوبر ماركت يعني. and يعني و.
the sun is shining and the birds are singing. The sun الشمس is shining يعني ساطعة and the birds والطيور are singing بتغني. and و a dog is barking. هو حرف بيجي قبل الكلمة، وعندك وآن. بتيجي قبل الحروف الساكنة، وآن بتيجي قبل الحروف المتحركة. متقلقش، هناخدها في درس جرامر إن شاء الله. in يعني في. The flowers are in the vase. The عارفينها flowers الورود. are هنتعلمها في الجرامر. in في the vase الفازة، يبقى in في. on على the book is on the table. the عارفينها book كتاب. is هنتعلمها في الجرامر on على the table ترابيزة. for لي. this gift is for you. هذه الهدية لك. اللام اللي قبل الكاف دي هي معنى for. لا يبقى هي for يعني لك الملكية. I يعني أنا. I am happy يعني أنا سعيد. he هو. he is running هو يجري. she's my sister هي أختي. it هو أو هي ولكن لغير العاقل. it's raining هي تمطر، هي عايدة على السماء والسماء غير عاقل، عشان كده قلنا عليها it. متشغلش بالك، هناخدها في الجرامر برضو. you يعني أنت. you are my friend أنت صديقي. نحن we are going to the beach نحن ذاهبون إلى الشاطئ. هم they are coming to the party يعني هم قادمون إلى الحفلة. الجرامر محادثة بسيطة، وما تتعودش الجرامر بعد كده هيكون أصعب. فيلا نقول المحادثة دي وحاول تعرف معناها. hello what's your name? my name is. how are you? I am. hello يعني hello السلام عليكم، عندهمش هم السلام عليكم، أهلا مثلا. وبعدين what's your name؟ ماذا يكون اسمك؟ my name is اسمي يكون، وبعدين نحط اسمك. how are you كيف تكون، دي ترجمتها الحرفية ولكن هي تشبه عامل زي عندنا I am أنا أكون، بعد كده حط أي صفة، حلو وحش زعلان فرحان مش لازم I am fine thank you يعني. فابدأ بالصفات اللي هتتعلمها إن شاء الله في الكورس. الأسئلة رد عليا دلوقتي وأنا بتكلم. hello المفروض أنت ترد دلوقتي. what's your name رد عليا. how are you رد عليا. لو مش عارف الصفة روح اكتبها على جوجل ترانسليت وطلع صفة احفظها، ولكن لحد دلوقتي خلينا نستخدم I am fine. بعدين عاوزك تقول لي معنى هي، معنى هم، معنى على. اكتب لي في الكومنتات بصراحة جبت كام واحدة منهم. النصيحة عشان تحفظ الكلمات متقعدش تكررها، استخدم أهم نصيحتين للمذاكرة ممكن تعملهم: الاكتيف ريكول والسبيست ريبيتيشن. اكتيف ريكول ببساطة يعني تمتحن نفسك، متفضلش تقرأ الكلمات عيد وتزيد فيهم 100 مرة، لا احفظ الكلمة مرة واتنين وبعدين اقفل الكتاب او اقفل الPDF واقعد احفظ فيها، اختبر نفسك فيها وشوف نفسك جاوبتها ولا لا. ده بيثبت المعلومة في مخك بناء على 100,000 بحث علمي. السبيست ريبيتيشن ده يعني تختبر نفسك ولكن على فترات متباعدة. في ابليكيشن اسمه انكي، ان شاء الله هحاول احط مجموعة الكلمات اللي احنا خدناها على الابليكيشن ده عشان تبقى متاحة لكل الناس. الابليكيشن ده عبارة عن انه بيوريك ظهر الورقة، يعني مثلا ظهر الورقة هيكون بيقول هو، وانت المفروض تعرف وش الورقة ان هو هيكون هي، فهو بيوريك هو وبعدين انت تحاول تفتكر هو دي يعني ايه، بعدين تدوس على الورقة يروح مطلع لك الوش تشوف نفسك جاوبت صح ولا غلط، وبعدين بيديك تحت 3 اختيارات: عرفتها بسرعة، عرفتها نص نص، ولا ما عرفتهاش خالص. وبناء على اختيارك لواحدة من ال3 دول بيظهرها لك. يعني مثلا لو عرفتها بسرعة هيظهرها لك
في فترة زمنية أبعد، لو عرفتها ببطء هيظهرها لك في فترة زمنية أقرب شوية، لو معرفتهاش خالص هيظهرها لك بسرعة عشان تلحق تحفظها. لو الموضوع ده لقيته معقد، هات ورق وقطعه، أو هات ستيكي نوتس واكتب على وشه الكلمات بالعربي، واكتب على ظهره الكلمات بالإنجليش ومع المثال عشان تعرف تستخدمها في سياق، وحطهم على جنب واسأل نفسك فيهم كل يوم. بالطريقة دي هتكون بتستخدم أهم طريقتين في حفظ الكلمات، أو بصراحة حفظ أي حاجة تانية. فالواجب إنك تعمل الفلاش كاردز دي سواء على أنكي أو على الستيكي نوت، وبص على البريتش كونسل ويب سايت، هحط لك اللينك في الديسكريبشن. هم حاطين ماتيريال للتدريب للقراءة والكتابة والاستماع والتحدث، هتلاقيها مقسمة بالمستوى، فانت اختار A1 وحاول تتدرب على قراءة أو كتابة أو استماع أو تحدث. مش شرط، ولكن بص الموضوع ده بيقول ايه يعني. بس ده كان كل اللي عندي النهاردة. اقترحوا تغييرات، تعديلات، حاجات نزودها، حاجات ننقصها، وهجاوب على أي أسئلة عندكم في الكومنتات. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.